أذكر لكم قصة هذه في جدة. زوج حصل بينه وبين زوجته خلاف بسيط وتطور إلى أن ثارت أعصاب الرجل وضربها بيده، صفقها كف على وجهها، وهذا محرم في الشرع أن تضرب المرأة في الوجه، لا يجوز، لكن مع الغضب مع الدراء. وبينما هي تبكي وإذا بالباب يطرق وأخوها جايين زيارة. البنت هذه موفقة عاقلة، هو فتح الباب تفضلوا دخلهم المجلس، وين فلانة؟ والله فلانة في المطبخ تجي. هي راحت المطبخ والحمام وغسلت وجهها وجت، السلام عليكم كيف الحال؟ شافوها ايش فيه؟ قالت كنت ابكي والله مشتاقة لكم، وشوفوا ربي كيف جابكم لي، الحمد لله اللي جابكم لي. اي نعم. وروح يجيب القهوة ويجيب التمر ويجيب التحضير، وهو طوالي خرج وراح السوق وجاب العشاء ومر على سوق الذهب وجاب له هدية حزام ب10,000 ريال. تستاهل ولا ما تستاهل؟ والله تستاهل، والله بنت رجال. تعشوا وسمروا وانتهوا، ولما راحوا جاء يسلم عليها ويقبلها ويشكرها ويقول هذه هديتك، انت تستاهلين روحي مو بس هذا العقل. لكن لو انها حمقى وجاهلة ومن يوم سمعت ابوها واخوها دقوا الباب خرجت عليهم، يا ابويا ضربني، ايش يصير؟ يدخل عليه ابوها، بيدخل على الرجال، ليش تضرب بنتي؟ انا اعطيتك تضربها. وش بيقول الزوج؟ يقول ايش دخل فيها مرتي هذه في بيتي اضربها، طاخ ضربان. ويمكن يغلبه، ويمكن يتدخل الاخ ويحطه فوق ابوه، والعجوز يمكن تتدخل، كيف تضرب بعلي وولدي؟ تعالي هنا، كركبهم كلهم، وانت تخلينهم يضربوني؟ هيا طاق بن طاق. ودمرت الحياة الزوجية بأسباب هذه الزوجة التعيسة. لكن شوفوا العاقل، شوفوا الموفقة، الكف وصل خلاص ما عاد منها فك الكف، لكن جاء العقل والمنطق بدال الكف بالقضاء على المشكلة، ولا حدث إشكالية، وأيضا عقد. أجل ضروري، وهذه رسالة نوجهها إلى كل متزوج، أن لا يطور القضية ولا يبحث لها، والبنت لا تطور ولا تعلم أحد. الله يقول في القرآن الكريم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.